الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الجيش اليمني الخامس عربيا والثالث والأربعون عالميا في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013 بحسب موقع جلوبال فاير الدولي المتخصص في مجال التسلح. وها هو الجيش يتعرض اليوم لضربات وتفكيك وإضعاف للمعنويات من قبل وزارة الدفاع نفسها، والتي تستهلك موازنتها ثلث ميزانية الدولة بأكملها. نعتقد أنه لم يعد بخاف على أحد أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات وخاصة وزارة دفاعها أنها لم تستطع أن تحافظ على ما تبقى من السيادة الوطنية ومن التراب الوطني. ففي عهد وزير الدفاع الحالي محمد ناصر أحمد تنظيم القاعدة يهاجم وزارة الدفاع في عقر دارها ويقتل العشرات من العسكريين والمدنيين. وفي عهده أيضا تسقط جماعة الحوثية المسلحة محافظة عمران وتسقط معها اللواء 310 بأكمله وتعدم عشرات الجنود بما فيهم قائد اللواء القشيبي. وفي عهده أيضا جماعة تنظيم القاعدة تذبح 14 جنديا يمنيا في طريق حضرموت. وفي عهده أيضا 6 مليار ريال تصرف من وزارة المالية لوزير الدفاع كعهدة مالية. وفي عهده أيضا توجه وزارة الدفاع بتشكيل لجان شعبية بحضرموت لمواجهة تنظيم القاعدة كما تناقلته وسائل الإعلام. وفي عهده أيضا توجيهات بتشكيل جيش شعبي في الجوف لمواجهة الحوثيين للتخوف من إسقاطها كما سقطت عمران. تفضلوا. الكتيبة الثانية كتيبة الشهيد عبد الفتاح الخيراني حضر الآن من أمام المنصة. وهو أيضا نفس الوزير الذي سقطت محافظة صعدة في عهده. وفي عهده أيضا بحسب منظمة الشفافية الدولية فإن فساد الجيش في اليمن وصل لمستوى حرج. ولا ينبغي أن يكون هناك أطراف خارج إطار المؤسسة العسكرية كما يسمى بالميليشيات الشعبية. هذه الميليشيات التي أنا أعتقد هي تعمل خارج إطار الدولة وخارج إطار المؤسسة العسكرية، وبالتالي نسبة فشل هذه الجماعات أو أنها ستمثل خطرا مستقبليا أكبر في إطار عدم وجود ضابط يجمع هذه الميليشيات مع المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة. إقالة وزير الدفاع وتقديمه للمحاكمة العادلة وفقا للقانون، إعلان برنامج زمني محدد لسحب سلاح الجماعات المسلحة أو ملاحقتها عسكريا برؤية وطنية صادقة. فالتساؤل هنا، أليس من الأجدى البدء بالهيكلة الحقيقية للجيش وبرفع معنوياته وتعزيزه بالأفراد والأسلحة وإعادة الثقة بنفسه وإعادة ثقة المواطن به، بدلا من الدعوة للميليشيات واللجان الشعبية لمواجهة القاعدة؟ أليس من الأجدى ردع جماعة الحوثية المسلحة ومعاقبتها على جرائمها في محافظة عمران وصدها بالجوف؟ فما الذي ينتظره رئيس الجمهورية حتى يعيد النظر في وزير دفاعه؟ فالحوثي على أبواب صنعاء والقاعدة توزع أموال البنوك في حضرموت. أقف هنا ومن خلف منزل رئيس الجمهورية، فلا وجود للميليشيات المسلحة واللجان الشعبية، وليت الوطن كذلك. أمين دبوان، يمن شباب، صنعاء.